بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بمشتركاتي متتبعاتي غالياتي، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية، ومرحبا بكم في فيديو جديد أخواتي. لكن قبل ما نبداو الفيديو لنهار اليوم إن شاء الله، اشتركوا لي في القناة وفعلوا زر الجرس وديروه على ضبط على كامل الفيديوهات باش يوصلكم أي فيديو ننزله إن شاء الله. ويلا نبداو بدون إطالة. اليوم حبيت نحكي لكم على كيفاش تتجنبي الشجار مع الزوج تاعك، والله يعني اذا حدث شجار كيفاش تتعاملي معاه باش تنهيه. جبت لكم عدة نقاط وان شاء الله يعجبوكم ويكونوا في المستوى باذن الله. ونبداو باول نقطة: تجنبي الشجار امام اطفالك. كاين بزاف ازواج ربي يهديهم كي يتضاربوا يروحوا يتضاربوا قبل ولادهم. هنا راكم راح تزيدوا تهردوا الحاله برك، بغض النظر انه نفسيه الطفل راح تتدمر، هذا امر مفروغ منه، يعني كامل متفقين عليها. لكن فوق هذا الشيء كامل، يعني قادر حتى نتوما تتشحنوا بزاف وتولوا تسبوا في بعضكم، هذا يطيح لهذا وهذا ويروح القدر بيناتكم، وخاصة قبل ولادكم. يعني الطفل هذاك راح يفقد الثقة تاعو في والديه، وراكم راح تطيحوا من عينيه بزاف بزاف. ويعني حتى وتحثوا نهار واحد اخر باه تكونوا قدوة ليه، ما راكمش راح تقدروا، راح يقعد متفكر هذيك النقطة بالذات كيفاش ضربته قباله. ثاني نقطة: تجنبي استحضار الخلافات السابقة. من أكثر الأخطاء اللي يديروها الأزواج في وقت الشجار إنه يبدأوا يجبدوا الباسي تاعهم. ماشي باسي تاعهم يعني نحكي لكم قبل الزواج، لا لا عفوا، يعني يبدأوا يجبدوا الأخطاء السابقة لهم فيما مضى ما بيناتهم. وهنا سورتو الزوجة، ما كي تحس روحها ضعيفة وما تقدرش تجابه هذاك الزوج تاعها، تبدا تجبد له في الاخطاء تاعو القديمه والهفوات، وهنا هو راح يزيد يشعل. هي هنا راح تحس روحها صح منتصره وانها قدرت تستشيذ غضب كما يقولوا، بصح هنا راح تاكدي انه راكي هيشتي بركان خامل، ويعني ما تدخليش في حاجات ما تقدريش تجابيهم. احنا نقولوا هنا صح في الشجار تزعفي تهدري بغضب، بصح لازم دائما تكوني تفكري بعقل وحكمه. قادر ثم يرمي عليك من طلاق نورمال ولا يضربك ولا معبريش كيفاه، يعني حاولي تتصرفي بحكمه، وكوني على يقين انك راكي راح تزيدي من حدة الخلاف مهما كان صغير. مهما يكون صغير تأكدي بلي بتصرفاتك الغالطة هذه وقلة الفهم انه راكي راح تزيدي تخليها على روحك وفقط. ثالث نقطة: الأماكن العامة ليست ساحة للقتال. شوفوا للأسف كاين بزاف أزواج يضربوا برا، صح كاينة بالك نتوما ما شفتوهاش بصح أنا شفتها. يعني يضربوا في السوق، في الجاردان، في السوبيرات، يا قبال الناس يكونوا ضياف إلى آخره. يعني تأكدي باللي إذا كنتوا نتوما من هذا النوع تاع الناس اللي يضربوا في أي مكان، اللي راح يشوفكم راح يعيفكم من الآخر. انا واحده من الناس كي نشوف زوجي ضاربوا قبل الملأ كامل، يعني كون نصيبنا الموت كيفاش نطلق عليهم نورمال. يا ناس هذو ليه سماكم زوجين؟ ليه سماو عندكم بيت؟ الناس يضربوا في ديورهم، يضربوا في شنابرهم، حتى وكنتي ساكنه مع اهل الزوج لازم تضربي في شنبرتك، ماشي في الكوزينه، ماشي في الدوش، ماشي في الكولوار. فهمتوا؟ تخيلي وصادف واحد من فاميلتك ولا من فاميلتو كيفاش كنتوا تضاربوا. نقولوا برا اسيدي تضربتوا برا وجا خوك فايت ولا باباك وشافوك شافكم كيفاش تتلاسنوا بالهضره بالضرب ممكن. يعني تخيلوا هذاك الموقف يتدخل يضرب مع راجلك ولا يسبوك ولا يضربوك انتي ثان فاميلتو ولا، يعني راح طيحي في واحد الموقف لا تحسدين عليه. رابع نقطة: لا تقومي بإهانة عائلته. يعني غلطة كبيرة يديروها الزوجات وانه هي تعاتب الزوج تاعها على افعال اهله تجاهها، يعني كامل على بالنا بلي في الحقيقة يعني خارج نطاق هذا الامر. واذا غلط معاك اي واحد من عائلة زوجك، فالزوج تاعك غير مسؤول على هذه التصرفات، يعني ما دخلوش، مش هو اللي راح قال لهم قولوا لها هكذا. الا غالب دوك اذا يماه سبته، هو راح زعما يماه وقال لها سبي مرتي، حاجه باينه خارج نطاق تاعو. يعني كيما انت ما تحبيش اللي يسب لك اهلك وناسك وفاميلتك، هو ثاني بمجرد ما تبداي تهضري عليهم بالسوء راح يدور عليك بابشع طريقه وتتفاقم المشكله اكثر واكثر. وانا دائما نحذروا ما تخلوش المشاكل تاعكم يتفاقموا لدرجه تاع خلاص هاي يعني الانفصال. وعلى ذكر الانفصال نجوزوا للنقطه الخامسه: تذكري انه ممكن
انه في اي لحظة قادرين تنفصلوا، مهما يكون الحب بيناتكم، مهما تكون درجة التآلف والحب والعشرة بيناتكم، قادر يكون عندكم 30 سنة زواج بصح في لحظة غضب تطلقوا نورمال. يعني كاين اخوات بزاف يخربوا ديارهم في لحظة غضب، كما تقول الحكمة كلما نهضت بغضب جلست بخسارة. عليها نوصيكم يعني حياتكم قاعدين كي نطلعوا ولا نهبطوا حياتنا قاع معلقة بكلمة تخرج من فم الراجل. يعني هذه حقيقة مرة للأسف. يعني كي نطلعوا ولا نهبطوا كلمة منه تنهي حياتنا. مش نقول لكم تنهي حياتنا يعني راح نموتوا بلا بيه، بصح يعني خراب بيوت. أبغض الحلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. المهم يعني اثناء الشجار اعرفي واش تخرجي من فمك. كاين اخوات بزاف تقول له طلقني وما نقعدش نعيش معاك، وهو ديريكتومو هاني حاضر راكي طالق، ولا يقولها راكي طالق بالثلاث. تفرت فيك اختي العزيزه، وهنا تخربت عائلتك وتيتم ولادك في دقيقه. قادر مهما يكون يعني قادر يكون هذاك المشكل اللي ضرتوا عليه ما يستاهلش كاع هذيك الهيلوله اللي درتوها. ويعني يصرى لكم كيما سعاد خانم كيما ضربت مع ابو عصام فشلت. اللي ما تعرفش هذه اللقطه راني نخليكم فيديو قصير ان شاء الله باش تستفادوا منه يا خياتي. نجوزو لسادس نقطه واللي هي تحديد المشكله. كي تعاولي تضربي مع راجلك ماشي تبداي انت فيك وفيك وقلت لي هذيك وهذيك، لا لا. ما تكثريش المشاكل بزاف على روحك تحطيهم له كتله من المشاكل، هنا راح تتورطي انت في الاخر. يعني لازم تحدي المشكله تاعك باش تعرفي علاه تضربوا وتلقاو لها حل. ماشي تجبدي له 3 مشاكل رابعه تعطيهم له في طريقه واحده ومن بعد هو يبدا يزيد يعطي لك المشاكل اللي يعني من جهته تجاهك وتتخلط عليكم الحاله. لا لا، انت قولي واش عندك واش راه يضر فيك حاجه، ومن بعد كي تحلوها تزيدي احكي له على حاجه اخرى. سادس واخر نقطه راح نحكوا عليها ان شاء الله لنهار اليوم هي تذكري محاسنه. في حالة كبرت بيناتكم ووصلت لمواصيل عيانة، هنا تكالمي اختي. يعني استغفري وكالمي روحك وديري الموس من جهتك حفاظا على بيتك واولادك وفقط، مش حبا في الزوج. يعني خلي كل واحد يقعد مع روحه شويه تكالمي، وكل واحد هو يروح برا مثلا وانتي قعدي في الدار. يعني حاولي تفكري ايجابياته لي سوفونير اللي بيناتكم، حاولي تعطيه اعدل تصرفاته، بالك راه مشاومر، بالك راه متضارب مع واحد برا، بالك عنده مشاكل عائليه يعني مع اهله. هنا اوتوماتيكمون راح تنقص عليك هذيك الشحنه تاع الغضب الكبيره. ويعني كي تهدى النفوس ان شاء الله وتعود المياه لمجاريها بحول الله. ثم تناقشوا بهدوء وقال ها وزدرني منك ها وزدرني منك. هذه هي. المهم تأكدي اختي الفاضلة انه الزوج تاعك هذا ماهوش عدوك، وانتي ما راكيش قاضي تحكمي وتطبقي بالاحكام تاعك. هذا راه زواج وراكم زوجين يجمعكم بيت بسقف واحد وعلاقة مقدسة اللي هي الزواج. يعني الزواج راه يعتبر من اهم الروابط البشرية. والشجار بينك وبين زوجك ماشي ماتش تاع فوتبول. لا لا اختي اللي يربح يدي الكاس، على العكس الفائز في هذه المعركة هو الخاسر فقط. على هذه اختي كوني ذكية وما تفسديش عيشتك الزوجية، ودمتي في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.